استقرت لجنة التخطيط والكشافين بالنادي الأهلي على قائمة مبدئية من اللاعبين المحليين، تمهيدا لبدء المفاوضات معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الذي يسعى لتصحيح أوضاعه بعد تراجع الأداء الدفاعي والهجومي في الجولات الأخيرة من الدوري المصري. وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء أن لجنة الكشافين رشحت الثنائي توفيق محمد ظهر أيسر بتروجيت ويحيى زكريا ظهر أيسر غزل المحلة بعد تألقهما اللافت هذا الموسم لتدعيم الجبهة اليسرى. كما تسعى اللجنة إلى ترميم خط الدفاع الذي استقبل 13 هدفا في 11 مباراة، بضم أحمد طارق مدافع زد ومحمود الجزار لاعب البنك الأهلي، في ظل تراجع مردود الخط الخلفي رغم وفرة الأسماء. وفي الوقت نفسه يكثف الأهلي جهوده للبحث عن مهاجم أجنبي سوبر يعوض رحيل وسام أبو علي إلى الدوري الأمريكي بعد معاناة الخط الهجومي مؤخرا رغم كثرة الفرص المتاحة في ظل تراجع مستوى الثنائي محمد شريف وجراديشار. التحركات الحمراء تؤكد أن الأهلي يخطط بجدية لإعادة التوازن إلى الفريق واستعادة هيبته محليا وقاريا قبل المراحل الحاسمة من الموسم.